أكد الرجل الأول في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي خلال الندوة الصحفية التي نشطها تزامنا واليوم الأخير من شان الجزائر 2023 أن الكاف ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة ضد المغرب، والذي رفض المشاركة بالرغم من أن الحكومة الجزائرية قد رحبت بحضور منتخبه المحلي إلى الجزائر، مشددا على ضرورة احترام قوانين الكاف والفيفا. كما لم يتردد موتسيبي على بعث الأمل للجزائريين بخصوص احتضان كأس إفريقيا للأمم لسنة 2025، مشيدا بالبنى التحتية العالمية التي تحوزها الجزائر، وفي ضربة غير متوقعة للكواليس التي اعتاد المغرب لعبها عن طريق التحركات المشبوهة للقجع في أروقة الكاف. قال موتسيبي: سنضع هذه المرة حدا لممارسات الرشوة الهادفة لاستمالة المصوتين على البلد الذي سيستضيف كان 2025 والذي تأمل الجزائر القارة في احتضانه.